السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي من جديد في قناة أميرة المطبخ. إن شاء الله تكونوا بخير وتكونوا بصحة جيدة. اليوم جيتكم بتحلية سهلة باردة خفيفة ومنعشة تحضروها في فصل الصيف وفي السخانة هذه، واللي هي الآيس كريم ولا لاكريم. وحضرت لكم فيها كيك آيس كريم يجي حطة ويصلح للعرضات. دوركم عليكم غير تتبعوا معايا الوصفة. نحتاجو كيلة غبرة الشونتيي بكيلة غير جوج صباح حليب، من الأحسن يكون جامد. إذا كان خدمتو بالكيسان ديرو كاس شونتيي وكاس غير جوج صباح حليب. كريم ديسير غو كراميل، عندي فلان غو شوكولا فاني كراميل وفريز، ولا غام تاع الكراميل والفريز. ويلا بينا طريقة التحضير. هنا في بول حطيت الكمية تاع الشونتيي مع الحليب وضربتهم بالباتور. هنا تبقاو تضربوه حتى تطلع الشونتيي تولي لنا ثقيله. كما قلت لكم هنا الحليب لازم يكون جامد باه تصلح لا شونتيي تاعنا. بعد ما طلعت لنا لا كريم شونتيي نروح نقسم الكميه تاعها على زوج باش نوع فليغو. النص الاول نخبيه في الفريغو والكميه الثانيه رايحه نخدم بها. هنا يجب شكيرة فلان كراميل ونحطو في هديك لا شونتيي ونزيد شويه حليب جامد ونطلعهم مع بعضهم حتى يتخلطوا مليح. بعد ما تخلط مليح نزيد لاغوم تاع الكراميل، هذه اختياريه سما كيما تحبوا تحطوا لي غوم، ونكملوا نطلعوا. هنا جبت الكميه الثانيه وحطيت فيها شكاره فلان غو شوكولا مع شويه كريم ديسير وزدت شويه حليب. هنا الحليب حطوه ما تخافوش على خاطر راح نحطوا الفلان، والفلان بطبيعه الحال يجمد، سما ما تخافوش من الحليب وطلعوا كيما راكم تشوفوا. هنا بعد ما وجدت لا كريم تاعي نروح نوجد المول تاع لا طارت. هنا جبت هذا السارسو وغلفته من تحت بالبابي فيل، حطيت بسكوي مرحي وراني بلاصي فيه بالفنجال. هنا كيما تحبوا هذاك البسكوي تحطوا له زبده ولا شوكولا، يعني هذه اختياريه، انا حبيت نحطو هكا. وجبت لا كريم اللي كنت وجدتها من قبل وراني نحط فيها في المول تاعي. حطوا في كل جهه باش الطبقات تاع لا كريم تجي قد بعضها كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. ريقلو بسباتول ومن بعدها حطيتها في الفريغو باه تحكم روحها شويه. هنا رحت وجدت الطبقه الثانيه واللي هي تاع الفخاز. درت لا كريم شونتيي بنفس الكيله اللي قلت لكم عليها، حطيت فيها شكاره فلان فخاز مع لاغوم تاع الفخاز وشويه كريم ديسير كراميل وشويه حليب، ونكمل بنفس الطريقه كما درنا في الاول. بعد ما طلعت نروح نحطها في الكونجيلاتور باه تحكم روحها وتجمد. هنا بعد ما خرجت لا طارت من الكونجيلاتور زدت حطيت الطبقه الثانيه هذه تاع الفخاز وراني نريقل فيها بسباتول كما راكم تشوفوا. بين كل مرحله ومرحله لازم نحطوا لا طارت تاعنا تجمد في الفريجيدار. وهنا هذيك لا كريم هذاك اللي بقى لي حطيته في بواط ونحطو يجمد مام في الكونجيلاتور باه من بعد نخدم به لي فيغين. وقبل ما نحط الطبقه الاخرى تاع الشوكولا حبيت نحط شويه شوكولا مرحيه، هذه يعني اختياريه كما تحبوا، وراني نحط في الطبقه الاخرى كما راكم تشوفون. نعدلها ونملسها مليح باش يجينا الشكل الخارجي باهي. وبعدها نحطها في الكونجيلاتور حوالي 24 ساعه باش تجمد وتحكم روحها مليح. بعد ما جمدت لا طارت جبتها من الكونجيلاتور ونحيتها من السارسو تاعها هذا ونروح نشوفوها في صحن التقديم. هذه هي لا طارت بعد ما زينتها بشويه شوكولا من فوقها. شوفوا كيفاش جات، الله يبارك، تحفه وبنه خياليه، يعني قلت حاجه خير من لا كريم تاع برا. ونتمنى منكم تجربوها على خاطر على بالي مش رايحين تندموا. وبالنسبه للكميه تاع الايس كريم اللي بقات لي راني درت بها لي فيغين وزينتهم. شوفوا كيفاش جاو، المنظر تاعهم يشهي. وهذه هي الوصفه تاع اليوم، نتمنى انكم تجربوها، على بالي بلي رايحه تنال اعجابكم. ما تنساوش تديروا لي ابوني وتشاركوا الوصفه مع احبابكم وتابونوني في لاباج انستغرام لي برانسيس دو كويزين. دوك ما عليا غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، نتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله.